بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم 3 تزيين تورت كده ان شاء الله. يعني طريقة سهلة بسيطة جدا هتعجبكم ان شاء الله. بس اول حاجة بالله عليكم ما تنسوا اللايك الحلو بتاعكم. واللي اول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك عندي في القناة، ويا ريت بقى ما تنسونيش بتعليق كده حلو يرفع من الروح المعنوية ويشجعني ان انا اقدم لكم المزيد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الكيك ده انا كنت عاملاه قبلها يعني بيوم. انا كنت عاملاه بالليل واشتغلت فيه الصبح. ما عدا واحده بس هي اللي انا عملتها، وحتى اشتغلت فيها كانت لسه دافيه. فانا عايزه اقول لكم ان هي اتكسرت خالص، ما نفعتش بجد. اللي هي دي شايفين هي اصلا باين عليها ان هي متكسره. بس شايفين بقى الكارثه اللي حصلت. حاولت ان انا الم يعني اطلع منها اي حاجه، لقيت مفيش فايده فيها خالص. بس طبعا مش هرميها لانه خساره، طبعا واخده خامات فمش هينفع ان انا ارميها. هعبيها كوبايات، وده هيبقى في عرض 150 جنيه بتاع يوم الخميس. هو الفيديو هينزل ان شاء الله بعد ده على طول. هنا انا كنت ضاربه دول 200 جرام من الكريمه، وطبعا قبل ما باخد الكريمه وقبل ما ابدا شغل لازم اقلبها كده تقلبتين عشان الفقاعات الهواء اللي يخرج منها. وده الورق اللي انا كنت طبعاه عشان اعمل منه الديزاين او الشكل عامه بتاع الكيك يعني. بجيبه من على بنترست وبوديه لواحد يعني انا اعرفه كده، صاحب استوديو بيطلعهولي، وببتدي اقصقصه وافرغه واشتغل بيه. الكيك دي كان نص ونص، نص فانيليا ونص شوكولاتة. بس الكريمة كان كلها فانيليا عادي زي ما انتوا شايفين كده. كنت بستخدم الشوكولاتة اللي هي بديل النوتيلا، اللي هي ماكستيلا. ماكستيلا حلوة اوي بجد وطعمها جميل جدا. طعم البندق فيها بيبقى باين، يعني معظم العملاء عندي بيحبوها جدا، فانا بشتغل بيها هي على طول. الكيك ده كان مقاس 24. ما شاء الله بيكفي. مقاس 24 بيكفي معاكي 14 فرد، يعني بيكفي معاكي 14 فرد. كان في فيديو صغير كان انا كنت عاملاه للتقطيع، ان شاء الله هنزلهولكوا مع الفيديو الجاي، عشان لو حد يعني عايز يشوف طريقة التقطيع اللي تكفي معاه 14 فرد، فانا هنزلكوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. عشان لو انتوا يعني عاملين نفس البتاع عندكم مناسبة وفي عدد كبير تعرفوا تقطعوا منها يعني. هنا الكيكة دي كانت هتاخد لون تاني غير اللون ده، بس انا يعني بحب ان مادام فيها الوان ان انا اعمل لها طبقة الاول كده من الكريمة البيضة، عشان مش معظم الناس بصراحة بتحب الالوان في الكريمة وكده. بس هي والله طعمها حلو جدا، مش وحش يعني ولا حاجة، بس برضو عشان بيبقى كل واحد يبقى مستريح. يعني ما بحبش بصراحة اعمل حاجة وحد يقول ما بحبش الالوان والكلام ده، لا، فانا بعمل طبقة خفيفة جدا من الالوان عشان بس الشكل اللي احنا هنعمله في التورته وكده. احنا طبعا بندي طبقة خفيفة جدا. انا هعبيها هنا كده في كيس حلواني اهو، وهبتدي اوزعها على الكيك بتاعي، بس يكون عشان اعمل طبقة خفيفة انا هوزع على قد ما اقدر كده، هوزع في كل حتة، وهبتدي بقى اساوي لحد ما الكريمة دي تتوزع معايا على الكيكة كلها، يعني تغطي الابيض ده خالص. هنا انا كنت طبعا بحاول اي حاجة طبعا باينة بجيبها كده بسكينة، وانا بصراحة استاذة في مسكة السكينة. يعني بصراحة انا خلاص مبقتش متهيألي ان انا ممكن اعرف اشتغل بحاجة تانية غير مسكة السكينة. شايفين؟ خلاص هي اتسوت معايا. هنا بقى ابتديت اعملها زي زجزاج كده طالع نازل عشان يديني شكل برضو حلو. على فكرة مبقاش فيه شكل معين في دماغي ولا اي حاجة خالص، الا اذا بقى لو في عميلة هي طالبة مني الحاجة، يعني لو هي طالبة شكل معين في الحالة دي انا بعمل لها الشكل اللي هي عايزاه. لكن لما بتيجي حد يطلب مني اعمل حاجة بقى على ذوقي كده، بصراحة ما بقاش محددة، بس هي بتيجي معايا بقى كده. يعني انا وانا شغالة بفنن يعني. عملتها كده من فوق كده اللي هو برضو زي تضلعات كده تديها شكل. وهنا بقى كنت هقصقص الفرشات دي، المفروض ان انا اصلا ببقى مجهزاها، بس هي بقى جت وانا شغالة اصلا. يعني هي جت والحاجات دي وانا شغالة، فقلت يلا خلاص مادام جت
اوريكم بقى ايه وانا بفرغها اهو وبحطها كده على التورته. كده انا عملت التانيين، ودي كان صورة البنوتة حطيتها كده، وابتديت اوزع الفراشات بشكل بقى عشوائي يعني. وهنا بقى هجيب اللي هو الخرز او الكريسبي اللي هو الكبير ده، وهوزعه برضو كده، وهحط بقى معاه الصغير اللي هو بقى فيه هنا ذهبي وابيض، يعني هو مش لون واحد بس، لا هو ذهبي وابيض، فاداها شكل حلو قوي بجد. شايفين الشكل ما شاء الله التورته اتحولت. ال التورته دي كنت مطلعاها على 270 ما شاء الله، كانت حلوه جدا. ممكن تلاقوها في مكان تاني اسعارها اعلى شوية، بس كل منطقة بقى يعني كل ما واحد بيلتزم بالمكان اللي هو فيه، يعني انا في المكان اللي أنا فيه دي الاسعار اللي ماشية. دي برضو كان بنفس السعر، برضو مقاس 24 زيها، بس دي كانت كلها شوكولاتة. هنا برضو كنت ببتدي ان انا اوزع الكريمة وكده عشان خاطر اغطي كل في الطريقة دي بتسهل والله عليا جدا، يعني لما بعمل كده بحس ان هي اتسوت معايا على طول، ما بتاخدش وقت بقى وتغلبني. اهم شيء بس اضرب الكريمة كويس عشان خاطر تبقى ناعمة معاكي، ومبقاش فيها فقاقيع هوا يعني او كده فقاعات يعني، وتبوظ لك الشكل، وتفضلي بقى تعيدي عليها، لان بيبقى شكلها رخم جدا. شايفين ما شاء الله سوت معي على طول، يعني الله اكبر بجد. طبعا لو انت لسه مبتدئة هتلاقي الموضوع بس صعب عليكي شوية في البداية، بس يعني واحدة واحدة اديك هتاخد على الموضوع ده. طبعا بس احنا هنا يعني انا مسرعلكوا برضو الفيديو، انما لو شفتوا الطبيعة هتلاقوا في واحدة مشلولة بتشتغل. هنا بقى الشكل ده انا كنت عاملاه قبل كده، ودي تاني مرة يعني يطلب مني، فقلت بقى خلاص اصوره بقى معاكم عشان تشوفوه. هو سهل جدا مفيهوش اي حاجة، بس بيديه شكل حلو اوي للتورتاية وكده يعني. هنا كنت عملت يعني روزيتات للعروسة على الفستان بتاعها، عشان اعملها الفستان من الكريمة، ووزعت الفراشات بتاعتي، وهبتدي بقى اعمل روزيتات برضو حوالين التورته كده من تحت، عشان يديها شكل برضو ايه اجمل يعني. وكالمعتاد اللي مقدرش استغنى عنه اللي هو الخرز الصغير ده، حاطط بقى حوالين العروسة وفوق الوردات. إيه كتري كتري يعني متقلقيش. هو بيدي شكل حلو. حطيت كمان فوق الفستان بتاع العروسة كده زي الزراير كده نازلة كده ورا بعض. دي بقى الفيديو بتاعهم هينزل ان شاء الله اللي ورا ده، الفيديو اللي ورا ده على طول، ده كان في عرض 150 جنيه، يعني التورته دي كانت داخل العرض. فانا عملت واحده معاكم هنا في الفيديو ده، والتانية هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو جاي. هما كان يعني في عرضين اتنين بس اللي كانوا معايا، فهتشوفوه دلوقتي. هنا انا كنت بساوي الكيكه بالشكل ده، كانت ما شاء الله طبقتين اتنين، بس كان ارتفاعها حلو جدا ما شاء الله، يعني الله اكبر. زي ما انتوا شايفين كده. الشكل ده كانت اللي هي كانت العاملة يعني كان طالبة مني الشكل ده اللي انا عامله دلوقتي، كنت انا عاملاه قبل كده على الجروب برضو، في يعني كان في عرض قبل كده، وهي طلبته مني قالت لي انا عايزة حاجة يعني شكل دي او حاجة قريبة يعني للشكل ده، فانا عملت لها نفس الشكل اللي هي كانت طالباه. هو شكل حلو قوي كده ولذيذ كده في نفسه، وفي نفس الوقت سهل. كل الافكار بتاعت التزيين اللي انا بجيبها لكم بتكون سهله وبسيطه جدا، يعني عشان لو اي حد مبتدئ يعرف يشتغل على طول. هعمل كده برضو روزيتات بالشوكولاته، طبعا حددت الاول النص عشان النص ده كله هيكون شوكولاته بالشكل ده. هنا انا استخدمت جيلو شوكولاته، مش اللي هي الشوكولاته اللي هي ماكستيل، لا دي كان جيلو شوكولاته اللي هي شوكولاته التلميع. وهنا هعمل روزيتات كده بالكريمة او وردات كده جواها عشان اغطي الجزء التاني. هبتدي احط بجيلو الفراولة يعني نقط كده برضو، عشان يعني بيكسر اللون وبيخلي شكلها كمان احلى.
طبعًا دي شوكولاتة، أنا بصراحة كسلت إن أنا أبشرها كده لوحدها في طبق، فقُلت يالّا بقى زي بعضه إيه، يالّا بسرعة، بسرعة فوق التورتة عشان نخلّص لإني كنت خلاص في الوقت ده حرفيًا تعبت جدًا. دي بقى صوابع الwafer شوكولاتة كنت باوزّعها كده برضه، وباحط لها بقى إيه اللي هو الجيلي بس اللي هو على شكل توت، بيبقى شكله حلو جدًا، وكمان بيكسر اللون، وكمان شكله حلو أوي يعني ما شاء الله، بينقلها كده لحتة تانية. شايفين التورتة؟ وده كده كان في نهاية الفيديو، دي الأشكال كلها، وباتمنى طبعًا الفيديو لو عجبكم متنسونيش باللايك الحلو والاشتراك في القناة، ومع السلامة.